وبعد أيها الإخوة الفضلاء، اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته ومدده وإنعامه نعيش مع اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الحكيم. اللهم ما أصبح من الملوك مكافأة فما بالك فلك حمد ولك. طيب وانت بتموت معك برضه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي الحقيقة هذا الاسم من تدبره عاش. الذي يتدبر هذا الاسم سيعيش عيشة هنية مرتاحة راضية مرضية. وهذا الاسم من الأسماء التي تفتح على العبد لمن تأملها باب الرضا وباب الصبر وباب الثقة واليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تتعجب أخي الكريم الفاضل حينما تجد أن هذا الاسم المبارك ورد في كتاب الله أكثر من 90 مرة، 90 مرة، وورد مقرونا مع عزة الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم أكثر من 50 مرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عزيزا منيعا ذا سلطان وجبروت ولم يكن متصفا بالحكمة أفسد العباد والبلاد. وإذا كان حكيما عالما خبيرا لكنه لا يتصف بقوة وعزة ومنعة، فما تجدي حكمته وما تنفعه إذا كان عارف ومش عارف يعمل. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قد كملت عزته بحكمته وكملت حكمته بعزته جل في علاه، فازدادت عزته جلالا فوق جلال ونورا فوق نور باقترانها بحكمته، وازدانت حكمته نورا فوق نور وجلالا فوق جلال وجمالا فوق جمال حينما اقترنت بعزته. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء هذا الاسم مقترنا أيضا بالعلم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. واقترن كذلك باسم الله الخبير، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. وانظر كيف جاءت حكيم ومقابلة لاسمه للفعل أحكمت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجاء اسم الله الحكيم مقابلا للفعل أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فجاء اسم الله الخبير مقابلا لفصلت. فالإحكام لابد له من حكمة، والتفصيل لابد له من خبرة. فتذييل الآية إعجاز فوق إعجاز وكمال فوق كمال. ما معنى اسم الله الحكيم؟ الحكيم من الحكم أو من الإحكام، أحكمت آياته. من الحكم الكوني والحكم الديني الشرعي والحكم الجزائي. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم في كونه، فلا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فهو الذي فلك الأفلاك وأجرى المجرات وبحر البحار ونهر الأنهار سبحانه وتعالى. فكل شيء يقع في ملكه إنما هو من خلقه وتدبيره وإحكامه سبحانه وتعالى. فهو الحكم سبحانه وتعالى، يحكم على هذا بذل، ويحكم على هذا بعز، ويحكم على هذا بشفاء، ويحكم على هذا بمرض، ويحكم على هذا بغنى، ويحكم على هذا بفقر، ويحكم على هذا بهداية، ويحكم على ذاك بإضلال وكفر. فالحكيم من الحكم الكوني، فلا يجري في كونه إلا ما قدره سبحانه وتعالى من خير أو شر، والشر ليس إليه، والشر
ليس إليه فلا يوجد شر مطلق في هذا الكون، فإن كان شرا من جهة فهو خير من جهات. واحفظ الجملة دي كويس، لو هو شر من زاوية معينة هتلاقيه خير من 100 زاوية. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه قائلا والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك شر أبدا، ففعله خير، الفعل خير. طب والمفعول قد يكون خيرا أو شر. إبليس شر بس إن ربنا يخلقه خير. ليه؟ عشان تتحقق فتنة الابتلاء والاختبار في الدنيا، فربنا يخلق الخير والشر ليعالج الخير الشر والشر الخير، فيتعالجان، فيظهر الإيمان والكفر. وهل يستشهد شهيد إلا حينما يقتل على يد كافر؟ فالكفر هو اللي طلع الشهداء، وهو اللي طلع التضحية، وهو اللي طلع الإيثار. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت. فخلق الله لإبليس من زاوية معينة كان سببا في إعمار هذه الأرض بالمؤمنين والصالحين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، فضحوا وآثروا وجدوا واجتهدوا لمقاومة الباطل، فخرجت منهم من معاني العبودية ما استوجبت لهم شرف صحبة النبي في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام. فهو الذي يحكم في كونه، وهو الذي يحكم في شرعه، فلا يشرع الشرع ولا يحلل الحلال ولا يحرم الحرام إلا الله جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا شريك لله في شرعه كما أنه لا شريك له في ملكه. وكذلك هو الحكم في عقوبته وجزائه ومثوبته، فلا يجازي العباد على أفعالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا الله، فلا تكن حكما على عباده. ما تحكمش على الناس، سيب الخلق للخالق، لأن غالبا أحكامنا بتطلع غلط. هذا هو المعنى الأول لاسم الله الحكيم من الحكم. وأيضا اسم الله الحكيم جاي من الإحكام، فلا يقع في فعله زلل أو خطل أو خطأ، كل أفعاله صواب موافقة للحكمة والتعليل. خلي بالك، كل أفعاله صواب موافقة للحكمة والتعليل. وقد يبدي الله بعض، مش كل، حكمته في بعض أفعاله، وقد يبدي الله بعض حكمته في بعض شرعه، ويخفيها أحيانا كثيرة. ليه؟ للابتلاء والاقتران الحكمة بالعزة. أحيانا تبقى الحكمة جاية مشوبة بالإيه؟ بالعزة. وإحنا قلنا الحكمة جاية من الحكم وجاية من الإيه؟ من الحكمة. والملوك لا يشرحون للرعية كل ما يفعلون. مش كل ما الملك، يعني عندك وزير الدفاع جاي له عسكري متجند 9 شهور وهيسيب الجيش ويمشي، فيقول له اعمل كذا، يقول له اقنعني، ده يحولوه محاكمة عسكرية الصبح. فالله حكمته مقرونة بعزته وحكمه. احنا قلنا ده أول معنى للحكيم نجا منين؟ من الحكم النافذ على رقاب عباده. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، قرأها بعض الناس فأخطأ فيها، فقال الله غفور رحيم. فقال أحد من الأعراب، ما راجل من الأعراب معدي، قال ما هكذا أنزلت، مش معقول الآية دي راكبة على بعضها كده. قال نعم تذكرت والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، عزيز حكيم، يبقى جاء من الحكم، والحكم في عزة، والعزة قد تقتضي أحيانا عدم إبداء الحكمة. مش هيقول لك ليه؟ لأن أنت في دنيا دار ابتلاء، لو كل حكمة بدت يبقى الابتلاء إيه بقى؟ إيه فايدته وإيه حكمته وإيه؟ ده الابتلاء الحقيقي إنك أنت تشوف الحاجة وتبقى ما أنتش فاهمها وتسلم. بنرمي الجمرات، طب ليه؟ طب يوم النحر بنرمي جمرة العقبة الكبرى بس، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بنرمي الجمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. طب اشمعنى؟ طب بنرمي 7، طب ليه 6؟ مش ليه 6 ومش ليه 8؟ بنلف حوالين الكعبة 7، طب بتديها كتفك الشمال وتلف، طب ما بديهاش ليه كتف اليمين والف؟ ده حتى اليمين يبقى قريب من الكعبة. اشمعنى كتفك الشمال يعني؟ بقى كتفك الشمال يبقى قريب من الكعبة، وكتفك اليمين الناحية اليمين ما تبقاش قريبة من الكعبة.
طب المغرب 3 ليه؟ طب الصبح 2 ليه؟ طيب الظهر والعصر والعشاء 4 ليه؟ ساعات تبان الحكمة وساعات ما تبانش. يجي لك بعض العلماء يقول لك المغرب وتر النهار. انت المفروض حياتك بتبقى ايه؟ مراحل. اليوم مرحلة والليلة مرحلة، يوم مرحلة وليلة مرحلة، يوم مرحلة وليلة مرحلة. حياتك كلها يوم وليلة، واليوم مرحلة والليلة مرحلة. فتيجي في المغرب توتر اللي انت عملته كله، وتيجي بالليل ربنا يأمرك بالوتر سنة. اوتر انت بقى بنفسك. انا خليتك توتر فريضة غصب عنك بصلاة المغرب 3 او طريقتك النهار كله، وتيجي انت بالليل تصلي وقبل ما تنام توتر على ايه؟ على ركعة. الحكمة بانت اهي. طب لو ما بانتش هصلي المغرب 4؟ لا، هصلي 3 برضه. الحكمة بانت. الحكمة ما بانتش تشتغل. الحكمة بانت، الحكمة ما بانتش تشتغل. تعالى نشوف نماذج من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في بعض أفعاله. تعالى ناخد مثلا الحكمة من الحفظ والنسيان. تجد ان الانسان في حاجات بيحفظها وتتحفر في حياته ما ينساهاش، وفي حاجات تانية بينساها. سؤال، الا لو ربنا ما اداناش كبشر ملكة الحفظ كان هيبقى في علوم وتنكتب في كتب؟ لا. انما ده في علماء كتبوا لنا علوم من 2000 سنة فاتت و3000 سنة فاتت وحفظوها وكتبوها، ويجي اللي بعدهم ياخدها ويطور عليها لغايه ما وصلنا دلوقتي ان احنا بنعمل طياره بتطير في الهواء. هل الطياره اللي بتطير في الهواء ديت جت نتيجه قوانين لسه مكشوفه النهارده؟ لا، ده بعض القوانين اللي اعتمدوا عليها في تطيير الطياره جايه من 2000 3000 سنه فاتت، وده خد وكمل وده خد وكمل وده خد وكمل لغايه ما وصلت تبقى عندك طياره وعندك قطر وعندك عربيه وعندك ايفون وعندك موبايلات وعندك كاميرات وعندك كل حاجه. فلو ما كانش في حفظ كانت العلوم هتحفظ ازاي؟ وكانت الحقوق هتحفظ ازاي؟ وكانت المواريث هتتقسم على الناس ازاي؟ وكانت السنن والفرائض هتحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ وكان القرآن هيتحفظ ازاي؟ فربنا عمل سنة الحفظ. طيب والنسيان؟ تخيل لما يموت لك ابن من 20 سنة وتتنيك فاكره كل يوم كل ساعة كل دقيقة، وبعدين يجيك اخوك يموت ينضم على الابن اللي مات، وبعدين يجي ابوك يموت وينضم على اللي ماتوا، ويجي بعد كده ابوك يموت وامك تموت وابنك يموت واخوك يموت، وتفتكر يوم ما سقطت ويوم ما طلقت مراتك ويوم ما عملت ويوم ما ضاعت منك المحفظه. الانسان وهو بيعيش بيتعرض لمواقف كتير بتفرحه ومواقف كتير بتحزنه. تخيل لو كل موقف حزين مر عليك تناه مصحوب في الذاكره 24 ساعه، هتعمل ايه بعد فتره؟ هتلاقي نفسك احباط وتعقدت ويأست. انما ربنا سبحانه وتعالى يسلي عباده بنعمه النسيان. ابنه، مش هقول لك ابوه، ابنه يموت وبعد فتره يبدا يتكيف ويبدا يتعايش وممكن يروح يتجوز واحده تانية كمان ويخلف والدنيا تمشي، فيسليه بشيء من النسيان. فيبقى النسيان نعمه احيانا والحفظ نعمه احيانا لحكمه بالغه يراها. واحفظ الجمله دي تقولها كل مره، يستوجب الحمد على اقتضاها. الحكمه من الشفاء والمرض. الحكمه من الشفاء والمرض، فيمرضك ويشفيك. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وشوف أدب سيدنا إبراهيم وهو بيقولها، لما جه في المرض نسبه لنفسه، ما قالش وإذا أمرضني شفاني، إنما جه في المرض نسبه لنفسه وقال وإذا إيه؟ مرضت. ولما جه للشفاء حصره قصريا وحصريا على الله، قال فهو يشفين. هو اللي بيشفي مش أنا. ففي الشفاء نسبه إلى الله والمرض نسبه لنفسه. أدب في التعامل. عشان كده لما تيجي تفتح موضوع الحكمة لو ما فتحتوش بداية على باب الأدب ممكن كلمة تقولها غلط تدخلك نار جهنم حتف. ولا يكن الجن أكثر أدبا منك. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فجمل الشر جابوه مبني المفعول، مبني لما يسمى فاعله، وجمل الخير والرشد نسبوه إلى الله. أم أراد بهم ربهم رشدا. فجم في الرشد والحاجة الكويسة نسبوها إلى الله صراحة، وجم في الشر ما سموش. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وجم في الخير والرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. نتعلم الأدب بقى وإحنا بنتكلم مع ربنا، ونتعلم الأدب بقى وإحنا بنتكلم عن ربنا. أنت بتتعامل مع ملك الملوك جل في علاه، فلما تيجي بقى تتكلم عن موضوع الحكمة، طب افرض مش باينه لك، ده ساعات العبد اكمنه جهول يبان له عكس الحكمه.
يبان له ان الفعل ده خلاف الحكمه، والانسان قاصر وعقله على قده، فممكن يهرتل من هرتله يهرتل هرتله فهو مهرتل. اوعى تكون فاكر ان ده فعل في اللغه العربيه. انت بالك من هرتله يهرتل هرتله فهو مهرتل، يقعد يهرتل بالكلام ويضبش بالكلام ويعك ويلوك، وكل الكلام ده بينكتب عليه وبيوقعه في اسفل سافلين. ليه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضا الله لا يلقي لها بالا يدخله الله بها الجنه، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله، ربنا سخط عليه يا اخي نتيجه افعاله قله ادبه، لا يلقي لها بالا يدخله الله بها في النار، يدخله الله بها النار، وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا. اللهم احفظنا يا رب، وتوب علينا يا رب، واغفر لنا قلة أدبنا يا رب. فلما نيجي نفتح موضوع زي ده موضوع جميل مش شائك، موضوع زي الفل. ليه؟ لما تعرف اسم الله الحكيم هتطمن في موضوع القضاء والقدر بقى، خلصت. مش كده موضوع القضاء والقدر اوعى تفتحه الا لما تكون واثق في ربنا، ان ربنا كريم ورحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم احل لك عن مشكله القضاء والقدر دي خالص. ليه؟ الامام احمد بن حنبل سالوه عن القضاء والقدر فقال: القدر قدره الرحمن. القدر ايه؟ قدره الرحمن. يعني ايه قدره الرحمن؟ ان ربنا قدر يخلق عبد انسان ويحطه في الارض وتبقى ليه اراده، وفي الاخر ارادته لن تخرج عن اراده الله ولن يفعل الا ما علمه الله فيه. انما البشريه بعد الذكاء الاصطناعي عملت ايه؟ عملت روبوت لا هو حاسس بنفسه ولا عنده مشاعر ولا عواطف، وممكن يمسك صاحبه يموته. قال لك ساعتها لما تيجي امسك اجنح واضربه من وسطه، وهتلاقي برضه الراس بتعمل كده. خلاص، لا احساس ولا عواطف ولا مشاعر ولا اراده ولا هو دارب نفسه اصلا، عمال يتكلم وخلاص، شويه مدخلات شويه معلومات. انما ربنا سبحانه وتعالى خلق كائنات قد يقتلها الفكر. القصص الجميله وهي قصه رمزيه، يعني انتوا عارفين طبعا الصقر اسرع طائر، واسرع طائر في الصقور الشاهين. فكان في مملكه سيدنا سليمان شاهين، بس كان مفتري قوي يعني، ويقعد يضرب الطيور وبتاع ويا ارض نهدم عليك قد يعني. سيدنا سليمان قام جاي باعت له طائر وقال له: قول للصقر ان سيدي سليمان سيبعث عليك الفكر. فهو افتكر ان الفكر ده ايه؟ طائر، وطائر اسرع منه واقوى منه. فقال لك ممكن يجي لي وانا نايم يخطفني وينقض علي يقتنصني زي ما انا ايه؟ بقتنص الايه؟ الفرائس. فتناه صاحي متربص طول النهار لعل وعسى انه يجي فيقدر يهرب، مش راضي يجي الفكر ده. فقام جاي ده مسعست 5 دقايق كده وصاحي طول الليل مفنجل. ليه؟ خايف يجيله بالليل. الليل عدى جاله الصبح، الصبح عدى جاله بالليل، كل ده هو ايه؟ صح، ارهاق بدا ريشه ينزل. فتره مات بسبب ايه؟ بسبب الفكر. فربنا خلق مخلوق ينحت الجبل يعمل منه نفق، يعمل قنبله نوويه تنزل في الارض 300 متر، ويجي شويه فكر يموتوه، شويه هم يجيبوا له سكر، واحد يقول له كلمه ينقهر يموت. فدي قدره الرحمن. طيب لما ربنا بقى قدر خير وشر وجنه ونار، حط ده كله تحت قاعده الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم وكان منتصر في معركه، والانتصار بيعمل نشوه يا جماعه، خاصه انه ما بيجيش الا بعد قتل. يعني تخيل انت بتحارب عدو قتل فيك كم واحد على ما انتصرت عليه؟ قتل فيك كتير، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون حبيبك. فبيبقى العدو انت متغاظ منه قوي، فلما تنتصر عليه يبقى في شهوه النصر مع حب الانتقام، فيخلوا المنتصر دايما يخش يدبح. انما النبي صلى الله عليه وسلم اسرهم، فجاءت امراه منهم في الاسر ضاع منها ولدها، هرج ومرج، فوجدته فجاه فاخذت رضيعها وهي تبكي، ثم القمته ثديها، ثم جعلت ترضع في منظر امومي رهيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه نار بيستدفئ بها، فبكى رسول الله وهو المنتصر فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدت؟ الذي ممكن تلقح ابنها في نار جهنم.
فقالت لا، فقالوا لا. وهل يعقل ذلك يا رسول الله؟ ده كانت هتموت على ما لقيته. قال فلله أرحم بعبيده من هذه الأم بولدها. افهم الكلام ده كويس، واعرف بقى فلسفة القضاء والقدر كلها في إطار ثقتك في رحمة الله. 2، في إطار ثقتك في عدل الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فرحيم وعادل وعفو بيصفح وغفور بيغفر. في كل ده تفسر انت القضاء والقدر ازاي؟ لا يهلك على الله الا هالك، وهل نجازي الا الكفور؟ وهل نجازي الا الكفور؟ ده كفور على وزن فعول فعول فعول. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يشفي ممكن بس عشان حاجه بسيطه خالص، يقعدوا في الدار الاسبوع ده، وكان مسافر فما يسافرش لانه لو سافر قد يفتن في سفره او قد يقتل في هذا السفر، وعشان ذنوبه تنزل شويه. لو تعرف المرض بيكفر قد ايه لتمنيت ان انت تمرض كل شهر مره. حكم لحكمه بالغه يراها يستوجب الحمد على اقتضاها. الحكمه من فساد الملوك والامراء والسلاطين والحكام. قال الامام ابن القيم: واما فساد الملوك والامراء والحكام فانما هو بسبب الرعيه فعمالهم اعمالهم. احفظ الجمله دي كويس. بيقول عمالهم، يعني ايه عمالهم؟ يعني الامراء بتوعهم، فعمالهم اعمالهم. وما استبد القوي من الرعيه بالضعيف الا واستبد الملوك من اغنيائهم. تجد في زماننا انت شايف قدامك اهو، تجد ان القوي بياكل الضعيف والاخ كره اخوه. فتجد ان الملوك والحكام يجوا ياخدوا من الرعيه اللي الرعيه خدتهم من بعض، ويظلموا الرعيه من نفس جنس ظلم الرعيه بعضها البعض. فلما الرعيه تستبيح دماء بعضها البعض زي ما انت شايف كده، فيسلط عليهم من يستبيح دماءهم. ولما يستبيحوا اموال بعض يسلط الله عليهم من يستبيح اموالهم. ولما يستبيحوا اعراض بعض يسلط الله عليهم من يستبيح اعراضهم. فهم مرآة لهم ولباس مفصل على قدر اجسادهم كيفما تكونوا ولا عليكم. قال: وهل ترى في حكمة الله ان ياتي على امثالنا؟ ده الامام ابن القيم بيقول في زمان وقال: وهل ترى، بص بعينك، وهل ترى في حكمة الله أن يولي على أمثالنا أمثال عمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر؟ يعني أنت عاوز يجي لنا مين يعني؟ عمر بن عبد العزيز؟ هو أنت تستاهل؟ أبو بكر وعمر؟ طب هو أنت تستاهل؟ ما نستاهلش. وعلى هذا فقس. فربنا حكيم، كل يعمل على شاكلته. فربنا بيجيب لك لباس مفصل على مقاسك بالظبط. لو انت رفعت او تخنت تلاقيه يتشال ويجي لك غيره على مقاسك على طول. حصل اي تغير في الرعيه ان كان للاسوأ يجي لهم الاسوأ، طب وان كان للاحسن يجيب لهم الاحسن. طب والسيد ده يروح فين؟ يموت في لحظه، يمرض ويجي له سرطان يا سيدي. هو ماتوا على ربنا صعب. الشيخ محمد عبد الله دراز وهو من خيره علماء الازهر رحمه الله عليه كان نبغه. وقال عنه شيخنا العلامة الدكتور محمد أبو موسى إن الشيخ دراز كأنه يكتب وحي الله له، ملهم. عامل كتاب اسمه دستور الأخلاق في الإسلام في القرآن الكريم. احفظ عنوان الكتاب ده كويس جدا، من أجمل الكتب اللي كتبت في هذا القرن، دستور الأخلاق في القرآن الكريم. فجاء بيتكلم على أخلاق العقوبات. قال: ومن المقرر أن العقوبة إذا كانت شديدة قل الجرم. يعني العقوبه لما تبقى شديده مش هتطبق كتير، هي مره واحده بس، واحد بس تتقطع ايده وعليه هيقول لك ده قطع قدام انتهت. واحد بس كده قتل يقتل على طول وقدام الناس في ميدان عام، وعليه هتلاقي الناس تتخانق وفي النهايه ما بينه وما بين اللي قدامه 3 متر بالكلام بس. ليه؟ عارف انه لو مد ايده هيتحاسب. تعالى كده نشوف قصة الرجم في الإسلام اتكرر كم مرة؟ مرتين. سيدنا معاذ الغامدي بس في جيل كامل. زائد إن العقوبة إذا كانت شديدة ربنا بيصعب طريق إثباتها.
يعني الزاني يرجم. طيب ماشي، وعشان بقى الزاني يرجم ده هنوصل لرجمه ازاي؟ لازم 4 شهود يشوفوه في الوضع النهائي كالميل في المكحله والقلم في المحبره. طيب لو واحد فيهم شك في اخر لقطه ينجلدوا كلهم حد القذف، فالشهود هيخافوا يروحوا يشهدوا. ففي الحقيقة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يرجم واحد في الإسلام بالشهود أبدا، بأن 1450 سنة ما ترجمش واحد بإشهادة شهود لغاية النهاردة. أمال اللي ترجمهم كلهم بالإقرار. سيدنا ماعز حد شهد عليه ولا هو اللي راح أقر؟ هو اللي راح أقر. طب ستنا الغامدية، بقول سيدنا وستنا خلي بالك، ستنا الغامدية لما زنت شافوها ولا هي اللي راحت أقرت؟ هي اللي راحت أقرت. فلسفة خلاصتها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أخي ده احنا لو عملنا حسبة على عدد حوادث القتل اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية وحوادث السيارات اللي بتحصل في الطرق الزراعي هتلاقيها أكتر من اللي ماتوا في غزة. ميت في غزة يجي 50,000، بيموت في مصر أكتر من 50,000 في السنة. قتل، إهمال طبي، حوادث طرق. إحنا بيموت عندنا كل سنة حوادث قتل أكتر من 50,000. ليه؟ مفيش عقوبة رادعة. ليه؟ القانون كله مليان ثغرات، أصله قانون فرنسا. فشوف حكمة ربنا في العقوبات عاملة إزاي. حكمة ربنا في الابتلاء أول شيء تنظيف وتنقية لقلب العبد، ويخرج أضغانكم، بيطلع الحاجة اللي وحشة اللي فيك، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 2، اللي بيعاقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. اللي بيعاقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. أي عقوبة في الدنيا بتخفف عنك في الآخرة. يا أخي ده العلماء بيقولوا ولو بالدعاء عليه، يعني لو واحد ظلمك وأنت دعيت عليه خلاص مش هيتعاقب في الآخرة. بل العلماء قالوا إن كان الدعاء أقل من جرمه يبقى لك شوية جزء هتاخدهم يوم القيامة. إن كان دعاءك عليه بمثل جرمه يبقى متعادلين. لو كان دعائك عليه بأشد من جرمه، زي واحدة مثلا ينسرق منها كيلو طماطم، تدعى على اللي سرق بأنه يتعمي ويتخزي ويخسر عياله ويتحرق بيته ويطلق مرأة، كل ده عشان خدت منك كيلو طماطم. ايه يا حاج ده كيلو طماطم، وتدعي دعاء وتكشف راسها وتنكش نفسها وتشيل الشقة، كل ده عشان ايه؟ عشان كيلو طماطم ينسرق منها وينعمي ويخسر بيته وعياله، كل ده عشان كيلو طماطم. فمثل هذه تأتي يوم القيامة ظالمة هتعاقب على دعاء ده. قالوا إلا أن يكون ظالما ظلما عاما. لو ظلم عام لا يدعى عليه. ليه؟ ليريح الله منه العباد والبلاد، ولمسألة التفصيل. فالشاهد إن أي عقوبة حتى لو اندعى عليك خلاص هتقلل من الذنب بتاعك. ونسيت أقول لكم حتة بقى، جملة خطيرة في حتة العقوبات الشرعية يا جماعة. قال صلى الله عليه وسلم لحد يعني واحد يسرق ايده تتقطع، واحد يقتل يتقتل، واحد يزني ينجلد كده 100 جلدة بساط، لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا. تخيل لو ما فيش مطرة وفجأة المطرة نزلت على الناس كام؟ 40 صباحا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إقامة الحدود بركة على الأمة أشد من بركة المطر 40 يوم متواصل. بركة على الجاني لأنه مش هيعاقب في الآخرة، وبركة على المجني عليه لأنه ناره بردت، وبركة على المجتمع إنه مش هيحصل فيه الجريمة دي تاني. يا راجل ده الواحد بقى يركب التوك توك خايف على مراته ولا بنته ولا عياله، واللي سايق التوك توك خايف اللي وراه يكون هيسرق منه التوك توك ويموته ويذبحه. فلا اللي سايق مرتاح ولا اللي راكب وراه مرتاح. ثم آخر جملة هختم لك بقى الجزئية ديت، أن العقوبات الشرعية، احفظ الجملة ديت واطلع منها بخطبة النهارده. العقوبات الشرعية إذا لم تطبق أبدلت بعقوبات كونية. الله أكبر. أنتوا مش هتطبقوا شرع ربنا؟ ماشي، يعني مش هتعملوا العقوبة دي؟ طب خدوا بقى عقوبة كونية، والعقوبة الكونية تيجي على الكل ويبقى وقعها أشد مليون مرة. تعال نرجع لحكمة ربنا من الابتلاء. تنظيف، رفع درجات، مش هتعاقب في الآخرة، جيم رباني. في ناس ما بينصلحش حالها الا لما يتعب، الا لما يمرض، الا لما يطلق مراته،
قال لما يسقط، قال لما يفشل، قال لما يعجز، قال لما ينهد فينصلح حاله. في ناس الفقر لها دواء، ولو ربنا غناه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فيفقروا. يحميه من دخول النار بشوية مرض، يحميه من دخول النار بشوية فقر. بشوية فقر. قد يدعو الإنسان ولا يستجاب له تتأخر الإجابة. ما الحكمة؟ بتدعي وتدعي 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 والإجابة متأخرة. واحد، حتى تعلم أن الله هو مالك الملك، ملكه يعمل في اللي هو عاوزه. اثنين، حتى لا يظن الناس أن هذا حق واجب على الله، أن هذا حق واجب على الله. واحد كل يوم يصحى، مراته ست بيت وهو راجل موظف بس غلبان وطيب وابن حلال، فيصحى الصبح يعمل لنفسه الفطار ويكوي، وبعدين هو بيعمل لنفسه الفطار بدل ما يسلق بطين يسلق 4 ويسيب لمراته البيض. واخد انت بالك؟ بدل ما يوضب شويه فول يحط كرنيب زياده لمراته، فيسيب لها الفطار قبل ما يمشي. كل يوم على كده، كل يوم على كده، كل يوم على كده، كل يوم على كده. جه في مره ده اتاخر على الشغل ما فطرش وخد بعضه ومشي، فاتصل البيت يقول له فين الفطار؟ انت ما عملتليش الفطار ليه؟ نعم يا حاجه. ايوه، افتكرت ان جوزها هيعمل لها الفطار بقى حق مكتسب. فلما الراجل ده اتاخر يوم وراح شغله عشان يلحق الشغل، تتصل بيه بالتليفون تقول له فين الفطار؟ فلو ربنا كل واحد دعاه استجاب له، وجي واحد بعد كده الدعاء اتاخر، هيقول له فين الدعاء؟ فين استجابه الدعاء؟ فوري. الجماعه بتوع الطاقه يقولوا اشهر انت بس قول والقدر هيستجيب لك. يا سلام سلم. فيجي الراجل يا ولداه بيسمينها الجذب، طاقه الجذب. تيجي عيل يا ولداه يضحك عليه ويصدق الكلام ده وما يذاكرش طول السنه، ويجي بقى بالامتحان يحاول يجذب النجاح، يبص لنفسه سقط يموت من الحزن. لسه عيل يا ولداه امبارح في سنه تانية اعدادي في اكتوبر، الواد ده من رهبه الامتحان مات في اللجنه في تانية اعدادي. ده انت ما انتش في شهاده يا ابني، امال لو كنت دخلت ثالثه ثانوي كنت عملت ايه؟ امبارح في اكتوبر مدرسه لغات تانية اعدادي. يبقى عاوز طاقه الجذب. طاقه الجذب هتسفرني ايطاليا يا ابني، ده بيركبوا ليبيا ونصهم بيموت. لا، طاقه الجذب هتخليني اعمل اللي انا عاوزه. فربنا سبحانه وتعالى صاحبك يقعد يلاقي ان ربنا ما بيستجيبلوش. ليه؟ حتى لا يعلم العباد ان استجابه الدعاء حق على الله، ده فضل منه جل في علاه. 2، ربنا حكيم قد يستجيب لك فيهلكك. واحد من العباد فتح باب الجهاد فقعد يدعي يا رب اطلع اغزو، يا رب اطلع اجاهد، يا رب نفسي، وكل ما تحصل حاجه ما يعرفش يطلع. كان مجهز ناقه تموت، مجهز فرس يموت، يعمل سيف ينسرق، المهم مش عارف يجاهد خالص. فقال له يا رب نفسي اجاهد بقى. فنام. فقال له هاتف، قال لو غزوت لأسرت ولو أسرت لتنصرت. لو غزوت لأسرت ولو أسرت لتنصرت. فاقعد انت احسن. ما هو مش كل الناس هو عاوز يروح يجاهد ويعمل زي جماعه بتوع غزه كده، يضرب المركبه تقوم متفجره ويعملوا له بقى سهم احمر كده ويعمل كده. لا يا حبيبي، ده انت ممكن تروح تتاخد في السكه، تاخد لك قلمين تكفر بالله العظيم. مش اي حد. ربنا ينصرهم قولوا امين، ويسددهم قولوا امين. اهو اللي بيحصل في غزه ده اهو لحكمه بالغه يراها يستوجب الحمد على اقتضاها. غالب الظن يا جماعه والله، بس فوتوا ديت، يعني اعتبروا ان كلامي غلط مش كلام شرعي، ده انا راجل وبيتكلم. يعني غالب الظن ان الناس دول لما عملوا الكلام ده في 7 اكتوبر كان اخرهم عاوزين يجيبوا لهم 200 اسير 300 اسير عشان يعملوا تبادل اسر، وما كانوش يتوقعوا ان ده هيحصل. والله اعلم، ممكن يكون ده تحليل يعني. بس ربنا بيقول وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. هم مرتبين كده وعملوها 100 مره، يروحوا يسرقوا لهم اسيرين 3 ويقعدوا بقى يبدلوا بقى ومفاوضات وبتاع، وطلعوا لنا 500 600 اسير ونديكم اسير، والكلام اللي انتوا عارفينه. وكان بيحصل في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي 70 سنه دول موضوع ان هم طلعوا الشيخ ياسين نفسه بطريقه زي دي، تبادل اسر. بس ربنا سبحانه وتعالى ليمضي الله امرا كان مفعول. الصحابه وهم طالعين في بدر ما كانوش طالعين لجهاد، ده كانوا عاوزين ياخدوا القافله بتاعت ابو سفيان، وكان نفسهم ياخدوا القافله ويرجعوا. وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فربنا سبحانه وتعالى الحكيم يمضي امرا تاني خالص بترتيب تاني خالص، بترتيب تاني خالص. فقد تدعو دعاء يكون فيما يا رب عربي، يا رب نفسي في عربيه، مش عارف اللون فلان ابو 2 مليون جنيه،
واحد لسه امبارح اخ بيحكي لي عن واحد اشترى عربيه ب5-6 مليون جنيه، فمعدي كده وقفوه، ايه يا عم الكلام ده؟ انت مين؟ ابنه يركبها، الباشا بيتفشخر قدام الناس بالعربيه ب 4-5-6 مليون جنيه، يعملها ويموت. واحد كان عنده ابن وحيد واشترى له عربيه، يا بابا عاوز عربيه، يا بابا عاوز عربيه، فاداله العربيه. خدها، الواد طلع بقى في رمضان مات، وهو في الجنازه كان عمال يبكي ويقول يا ريتني ما اشتريت، يا ريتني ما اشتريت، يا ريتني انا اللي موتته. لان الاب مش حكيم او مش شايف، انما ربنا شايف سبحانه وتعالى. وقد تكون عدم استجابه الدعاء رساله ليك، انت فيك غلط، ان انت ممكن تكون بتاكل حرام، مالك في شبهه، راجع نفسك، مقيم على معصيه تمنع اجابه الله لك، بتكلم واحده ولا حاجه، بتلغوص بالليل على الموبايل، ربنا مش موفقك ليه؟ هي برضه معكش مال ليه؟ لحكمه بالغه يراها يستوجب الحمد على اقتضاها. وممكن يكون استجاب لك وانت مش واخد بالك، لان كل واحد عاوز يرسم صوره معينه لمعامله ربنا له. عاملني بالطريقه اللي تناسبني، اللي انا عاوزها. يا سيدي لا، ربنا هيستجيب دعائك بس مش بالصوره اللي انت عاوزها، ده بصوره احسن لك من اللي انت عاوزها. ببساطه خالص، يدفع عنك مصيبه اعظم. رب نفسي عربيه، وربنا ما يجيبلكش العربيه بس يحميك من السرطان، يحمي ولادك، او احسن واحسن بقى يدخرها لك يوم القيامه، فتبقى احسن واحسن 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 واحسن. فقد يكون قد استجيب لك وانت لا تشعر. خلاصه الموضوع يا جماعه عشان ما اطولش على حضراتكم، موضوع حكمه ربنا وموضوع القضاء والقدر عامل زي كتاب حضرتك بتفتح اخر فصل فيه. انت جايب الكتاب من الاخر، مش جايب الكتاب من الاول. اللي بيجيب الكتاب من الاخر ممكن النهايه بتاعت الكتاب مش عاجباه. لو قرا الكتاب من الاول وجابه كده فصل فصل كده شابتر شابتر، هيعرف ان النهايه دي مظبوطه. بس للاسف ربنا مش هيقر كل واحد فينا كتاب من الاول، ساعات يوريك كتاب من الاول يقول له بس انت خد نموذج، عشان لو انفتح لك كتاب من الاخر ما تعترضش. فربنا جاب لنا نموذج في القران رهيب جدا، وهو نموذج قصه سيدنا موسى مع الخضر. الخضر هو القدر المتجسد. الخضر هو الايه؟ القدر المتجسد في حكمته. سيدنا موسى يطلع، وعارفين كلكم قصه سيدنا موسى والخضر. طلع مع الراجل، اول ما طلعوا ركب السفينه الناس شافوا سيدنا الخضر حبوه، وكان معروف في حتته، ومين اللي معاك ده ضيفي، طب يلا انتوا الاثنين ما انتوش واخدين اجره، مش واخدين منكم اجره، يلا شويه. وسيدنا موسى سيدنا الخضر شادد لوح هيغرق السفينه. سيدنا موسى قال له حرام عليك، بقى الناس اكرمونا وما خدوش مننا اجره وغلبه زي ما انت شايف كده، وفي الاخر يبقى جزاتي تبوظوا بالسفينه. وعلى فكره ممكن لغايه النهارده، خلي بالك، احنا عرفنا الحكمه من السفينه دي، والمساكين اللي ركبوا سيدنا الخضر وممكن ما شافوهوش واللوح ده بينشد، ممكن يكونوا ماتوا وما يعرفوش الحكمه من اللي حصل. خلي بالك، المساكين اللي ركبوا السفينه ده انا اتوقع ان هم ما يعرفوش الحكمه لغايه النهارده، ماتوا ما يعرفوش اللي حصل. وممكن يجي لهم خبر الملك الظالم، ليه؟ حرام عليك. قال له يا عم ما انا قلت لك مش هتصبر معاه. قال له معلش عشان خاطر، طب بس فوتها لي. ماشي. نزلوا من السفينه، دخلوا البلد، لا عيل بيلعب، قام جاي ماسك راسه قلحه كده، قال له حرام عليك، ده طفل بريء، ده ممكن يكون وحيد ابوه وامه، لقد جئت شيئا ايه؟ منكرا. قال له انا مش قايل لك. قال له لا 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 انا كده بقى ايه، خلاص لو سالتك تاني بقى كده اروح لحالي بقى. دخلوا بلد، يا جدعان طب ناكل، طب نشرب، طب نعمل، مفيش قهوه خالص خالص. يا جدعان ناكل نشرب، مفيش. ابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فقال. قال له بقى هم ما رضوش يدونا بقهم ميه وانت شغال لهم كده ببلاش، لو جيت انا اتخذت عليه اجر. قال له بس هذا فراق بيني وبين، تعالى بقى لما اعرفك. بالنسبه للسفينه، كانت المساكين يعملون في البحر عالم غلاب، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، فاردت ان اعيبها لان الملوك عينهم على الحته الحلوه. فلما يلاقيها كده متاخد منها لوحه يقول لك يا عم بلا قرف، شوف لنا واحده ثانيه. والولد اللي انت شايفه بريء دهوت له ابوين صالحين خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، طغيانا منه وكفرا منه، فكان هيطلع طاغي كافر. فربنا سبحانه وتعالى هيعيطوا شويه وهيحزنوا شويه على الولد، وبعد كده ربنا هيبدل لهما منه خيرا منه زكاه واقرب رحمه، ذكي ورحيم. انما الثاني كافر طاغي، فربنا جاب زكاه القلب مع الرحمه وجاب الكفر مع الطغيان. فتنبه، فدايما الكافر تلاقيه قاسي، وذكي القلب تلاقيه رحيم. كن رحيما
وقال له بالنسبه للجدار، طب الناس ما رضوش ياكلوني، عالم بخله هيموتوا على القرش، انا لو دول شافوا كنز يعملوا فيه ايه؟ وغلامين ويتامين في المدينه وابوهما صالحا فصلاح الاباء ينفع الابناء، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما. ان لو كان الجدار وقع الكنز بان كان حاجتهم هتتاخد، اللي ما رضاش ياكلك ويشربك هيستحل هذا الكنز. ده قدر الله المتجسد. سيدنا موسى مش شايف غير ايه؟ الفصل الاخراني، انما الخضر شايف الكتاب من اوله، فقدر يحلل له ويفسر له. طب ربنا يا جماعه بين لنا الموضوع ده في 3 مواقف قدامك اهو. انت بقى لما يمر عليك موقف فهمته هتبقى زي الخضر، ما فهمتوش خليك زي سيدنا موسى، اصبر، فوض الامر الى الله، فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى، فوض الامر الى الله. نبي من انبياء بني اسرائيل قاعد على جبل كده وتحته بير. هختم بالقصه ديت عشان ما يطولش على حضرتك، مع ان الموضوع ده له قصص كتير جدا. قاعد على بير كده، قاعد على جبل كده محدش شايفه والبير تحته، فجه فارس معاه سيف وصور الدنانير وحطها وشرب، خد السيف ومشي، نسي الدنانير. جه راعي شاف بيسقي الغنم، شاف الدنانير، الله اكبر، رزق، حطه في جيبه ومشي، ولا من شاف ولا من دي. جه راجل عجوز يشرب، تعب، قعد يستريح شويه. الفارس افتكر، رجع قال له يا حاج اطلع بالدنانير. قال له يا ابني والله ما خدت حاجه. قال له يا راجل طلع الدنانير بقول لك. قال له يا ابني والله ما خدت حاجه. قال له بس كده؟ قام جاي واخد السيف مطر رقبته بضربه واحده. النبي فزع وقال له يا رب يا رب ايقتل البريء؟ الراجل العجوز ما عملش حاجه، ده بيشرب واستريح. قال اما هذا العجوز اللي انت شايفه بريء فقد كان قاتلا لابي هذا الفارس. الواد اللي انت شايفه فارس ده اهو مظلوم، ابوه مات مقتول وده اللي قتل. واما هذه الدنانير فقد كان ذلك المقتول سريقا لها من ابي ذلك الراعي. صاحبنا اللي كان مقتول مظلوم ده كان حرامي وكان واخد الدنانير من ابو الراعي، فربنا جاب للراعي ميراثه وجاب للفارس طربوه. قصه اثرت رمزيه تفهمك الدنيا ماشيه ازاي. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم العدل، بيجيب لكل واحد حقه، لو ما جابهالوش في الدنيا هيجيبه له في الاخره. وممكن مصيبه تضيع مصايب. كان ايام زمان يقول لك قصه الايه؟ الكلب والديك والحمار. كان كل قريه كل بيت فيها قدامه كلب وديك وحمار، كلب وديك وحمار، كلب وديك وحمار، كلب وديك وحمار. ففجاه الديك مات، قال لك مين اللي هيصحى بقى الفجر النهارده؟ قال لهم يا جدعان يمكن يكون خير ان شاء الله. وكمان الكلب مات اللي بيحرسنا، يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ الراجل قال لعله يكون خير ان شاء الله. جه بعد كده الحمار مات، ده الحمار مات يا ابا. قال لهم لعله يكون خير ان شاء الله. قالوا بقى شوف بقى مين اللي هيوصلك للغير، وكله لعله خير لعله خير. قال لهم ان شاء الله لعله خير. جيت بعد كده قطاع طرق مسكوا الناس، موتوهم 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 موتوهم، وصحابنا دول نايمين ولا حد شافهم ولا دخل عليهم بيت. فهم بعد كده بيسالوا قطاع الطرق، قالوا لهم ده كان فيه بيت ما فيهوش حد، فيه ناس ما موتوهمش ليه؟ قالوا ما نعرفش، احنا شفنا كلب بيديك حمار دخلنا موتنا، كلب بيديك حمار دخلنا موتنا، دول لا كلب ولا ديك. فربنا حماهم بشيء من البلاء ضعيف، انك تخسر في دكان، يحصل لك حاجه بسيطه لما تيجي في شوط فراخ، بسيطه لما تيجي في جاموسه، بسيطه لما تيجي في الغيط، بسيطه لما تيجي في عربيه، احسن ما تيجي فيك انت. وهكذا وهكذا. راجل خناقه وفي السوق والناس هتموت بعضها والمسدسات طالعه، تاجر طالع يبص كده يشوف ايه اللي حصل، الطلقه تجيله يوم يطب ميت. نفس الفكره. فراحوا الشيخ قال يا جماعه ما اعرفش، ربنا ليه حكمه يمكن انا ما اعرفهاش. بيقول ما يفوتش 3 ايام ويجي له واحد الجامع يقول له شفت صاحبنا اللي مات؟ قال له التاجر الله يرحمه. قال له اسكت، ده قبلها باسبوع بنات اخوه اليتامى يقولوا له يا عم هات الميراث، يا عم هات ضربون، يا عم هات الدار. يقول لهم معاكم ما يثبت، طلعوا لي ورق الدار داري، ابوكم كان بيع حالي. بيبص ربنا يعمل خناقه عشان الطلقه تيجي في رقبته لانه واكل مال يتامى. كل دي تعلمك ساعات زي ما قلت المسلسل او الكتاب ينقرا من اوله لاخره. احيانا كتير قال الامام ابن القيم معظم حكم الله لا تبدو لخلقه ابتلاء. يعني لو ربنا باين لك حكمه واحده هتلاقي 100 ما يبانوش عشان يشوفك انت هتسلم ولا مش هتسلم. نتعبد الله بايه؟ بحاجتين: التسليم للحكمه وطلب الحكمه. فمن رضي فله الرضا. يعني ايه فله الرضا؟ يعني لو انت رضيت ربنا هيعوضك بحاجات بعد كده ترضى بيها. يبقى اللي يصبر على فقد مصيبه
ربنا هيديله قدامها ما يغنيه من النعم ويرضيه. فمن رضي فله الرضا. طب ومن سخط فعليه السخط، هينزل فوق دماغه ومش هيستفيد حاجه. 2 طلب الحكمه، اتعلم، حاول تعرف وتدرس حكمه ربنا من افعاله، بس مع التسليم والادب. فهمت خير وبركه، ما فهمتش خلاص. انما طلب الحكمه مطلوب لانه يطمئن القلب. قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي. ده ربنا بيغرينا لطلب الحكمه، ولو انت طلبتها بصدق الشرط الاول، واخلاص الشرط الثاني، وادب الشرط الثالث، ربنا هيعرفها لك